السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا دستة جاتوه هنعملها مع بعض واقول لكم على المقادير، وان شاء الله تستفادوا بالفيديو. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل الجاتوه بتاعنا ده ازاي. اول حاجة الصينية المستطيلة اللي عندك، اكبر صينية في الطقم بتعجني فيها، يعني دي اكبر صينية بتطلع لي الدستة. انا ما عنديش صاج ولا اي حاجة الا الصينية دي، اما حد بيطلب مني دستة جاتوه على طول بعملها في الصينية دي وبتطلع لي 12 قطعة بالظبط. هنعجن بقى ايه في قلبها مقادير ايه. اللهم صل على النبي. هعجن 4 بيضات خارجين من التلاجة، نص كوباية ونص دقيق، نص كوباية سكر، نص كوباية مية متلجة، معلقة محسن صغيرة هرمية، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا. بس كل ده، دي المقادير دي كلها. هتضربي ايه الاول بقى عشان يطلع معاكي الاسبونج طري كده وما شاء الله حلو. بتضربي المحسن والاربع بيضات ونص كوبايه السكر لحد ما يعمل فوم معاكي. تحطي نص كوبايه الميه، تسيبيها حوالي 5 دقايق لحد ما تعلى خالص معاكي وتملى العجان. تحطي معلقه دقيق بمعلقه دقيق. انا بعمل كده، بحط البيكنج باودر والدقيق على بعض واحط معلقه بمعلقه، بيديكي نتيجه حلوه قوي، وبتلاقي الاسبونج مختلف خالص وناعم كده معاكي وطري وما شاء الله، ولا مفرول ولا اي حاجه. اعجنيه بقى بالطريقه دي هتعجبك قوي. بتسويه بقى على درجة حرارة 180 في الشبكة اللي في النص، بيقعد من 35 دقيقة ل30 دقيقة حسب الفرن اللي عندك. دسة الجاتوه دي بتاخد معايا من كوباية كريمة لكوباية الا ربع كريمة. انا عشان مش هكتر الكريمة قوي، ياخد معايا كوباية الا ربع. لان انا حطيتش روزيتات كمان يعني، واللي هي طالبة الجاتوه مش عاوزة يكون الكريمة اكتر من الاسبونج. دسة الجاتو دي موفرة ما شاء الله، اقتصادية. عاملاها ب4 بيضات. لو انت بقى عاوزاها عالية قوي اعملها ب6، بس هي دي يعني مناسبة اوي ان انت تحط 4 بيضات. الارتفاع بتاعها مناسب وبتطلع حلوة، مش واطية، عالية وحلوة. وما شاء الله ال4 بيضات بيدوك ال12 قطعة، يعني الصينية بتديك ال12 قطعة بالظبط. حشيت بقى كده الجاتوه. بعد ما احشيه بقى هجلسه كده، هتك عليه بس مش جامد يعني عشان ما تطلعيش الكريمه من جوه. وحاولي يكون الكريمه تحت الجاتوه بالذات تقيله، لان كل ما بتبقى تقيله بتبقى حلوه وبتديكي نتيجه احلى. وتيجي تقطعيه ما بتلاقوش سايح منك كده ومتبهدل. هو مش محتاج يتسقي، بس انا قلت ايه هسقي شويه صغيره كده، وما لقيته طري رحت مبقتش راضيه اسقيه يعني. المهم هجلسه بقى كده وهحطه في الفريزر. انا عاملاه الصبح مش من بالليل، يعني انا كنت عاجنه حلل تانية كده هي على الرخامه. هجلسته هو اول واحد اشتغلت فيه، اول ما صحيت اشتغلت بيه. ورحت اللهم صل على النبي حطاه في الفريزر لحد ما خلصت الشغل بتاعي كله وسلمته. كان هو اخر حاجه، كان هيتسلم متاخر يعني. وقلت لها ايه، ادام انت عاوزه جاتوه بقى خليه لاخر حاجه عشان يتلج معايا، عشان انا مش هعمله من بالليل. المهم يعني لو حد حجز معاكي عادي ما تقفيش وكده، وممكن تعمليه الصبح وتسيبيه مثلا لاخر النهار هيتلج معاكي ويبقى حلو. انا الحته اللي هي بحس ان هي مش مظبوطه برجع احط لها كريمه. زي ما انتوا شايفين الكريمه تقيله وما شاء الله حلوه قوي. دسة الجاتو دي اقتصاديه يعني، مش مكلفه خالص، اقتصاديه وما شاء الله حلوه، يعني سعرها حلو ومش مكلفه. ما بتاخدش كريمه كتير، ما بتاخدش بيض كتير. لو عملتوها بالطريقه دي هتلاقوا فيها مكسب حلو. هعملها كده شرشرها كده، وبعد كده بقى احطها في الفريزر وابتدي اشتغل بقى في الشغل المحجوز معايا، وهنساها خالص لحد ما اخلص شغل خالص وابقى اقطعها. هطلع الدستة الجاتوه ب150 جنيه، يعني لو صرفت عليها اللهم صل على النبي 75 جنيه هيطلع لك قصادها 75 جنيه. حلوة قوي. الارتفاع بتاعها حلو ما شاء الله، وزي ما قلت لكم اقتصادية ومش مكلفة. بس انا مش شغاله جاتو كتير، يعني كل اللي بيطلب مني، لان انا ببيعها ب150، فبتحس ان هما ايه في المحلات رخيصه، مش ب150 في المحل مثلا قطعه مش عارفه ب8 جنيه. بس عمرها ما هتبقى زي دي، ولا الارتفاع بتاعها ولا الحجم بتاعها، ولا هتبقى نظيفه زي كده. فانا ببيعها ب150، اللي عاوز ياخد ياخد، واللي مش عاوز انا ما بشغلش دماغي يعني. ما بحبش ايه اشتغله كتير، بشتغل في الطرق افضل ليا وكده. بس اما حد بيبقى مصر ان هو عاوز بقى ان انا اعمله كده فبعمله.
فهي ب150، في ناس بتبيعها ب140، في ناس بتبيعها ب130. فانت حسب الجو اللي عندك، يعني انت لو حابه تبيعها مثلا ب140 برضو مكسبها حلو، ب130 برضو مكسبها حلو، وشغلها مش كتير، يعني الشغل بتاعها مش كتير. حطيت بقى صوص فراولة وصوص مانجا، جوليو فراولة وجوليو مانجا، والجزء التاني سبت ابيض خالص كده، هي كانت عاوزاها ابيض فما حطيتش عليه اي حاجة. ما قستش بمسطرة ولا باي حاجة، انا ببص كده للخرطة وبروح قطعة. كل ما تنزلي بالمنشار بتاعك الطرنش تمسحيه، ما ينفعش تبقى قطع بيه وترجعي تقطعي بيه تاني، لازم يتمسح. انتوا شايفين اهو بنزل بيه نضيف خالص عشان تطلع الخرطة ايه مظبوطة وحلو. كنت المفروض بقى قبل ما اقطع الجناب احط الصوصات، بس انا نسيت خالص، بس ما فيش مشكلة يعني مش باينة. حطيتها بعد ما قطعت الجناب وكده. حطيت هنا بقى صوصات كده، شوكولاتة، وحطيت هنا كراميل، وحطيت لوتس، حطيت كريسبيات. ما حطيتش بقى كريمة من فوق تاني، ما كانتش عندي كريمة، نسيت خالص وما سبتش كريمة ليه، فحطيت كريسبيات كده وكندي، وكان ما شاء الله شكله حلو قوي. والخرطة بسم الله ما شاء الله، شايفين ارتفاعها حلوة قوي، وب4 بيضات بس اهم حاجة يكون البيض كبير. شايفين الخرطة عاملة ازاي ما شاء الله، النتيجة بتاعته حلوة قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات جديدة، وما تنسونيش بقى باللايك، وما تنسونيش بقى بتعليق حلو كده. هعبيها بقى كده وخلاص، وده كان نهاية الفيديو، ومع الف سلامة.